فين؟ اقعدي بقى هنا، اقعدي. مش عارفه انا ها بقى هتعرفي مرات ابنك اللي انت فتحتي وبقيتي بتشوفي دلوقتي ولا ايه؟ لا، انا هعملها لها مفاجاه. مفاجأة؟ واقول لك على حاجه بقى، يا ريت تمشي انت. اظن بقى ديك ملهاش لازمه معاكي. طب ازاي بقى؟ هو انا لسه بشوف؟ ما انا داخله وعلى اساس ان انا ما بشوفش بقى. انا اسف يا اختي. خلاص ماشي، يلا سلام. مع السلامه انت بقى. سلام. ايه انت نايمه على ودانك؟ الباب بيخبط، مش سامعه الجرس؟ استنى ما تفتحش، ما يمكن تكون امك واحنا قايلين لها انك مسافر. طب روح انت افتحي. طيب استنى، خليك انت. اهلا، كنت عارفه انها انتي. ايه اديكي شلتي الرباط؟ بتشوفي بقى ولا المصاريف راحت كده من غير فايده؟ كله بتسهيل ربنا يا بنتي، كله بتسهيل ربنا. ونعم بالله. لسه ما بتشوفيش؟ طب تعالي خش. محمد ابني؟ ايه ده؟ هي امه بقت بتشوف؟ ازاي؟ هو محمد رجع من السفر؟ استني، محمد مين؟ محمد مش هنا اصلا، ابنك مسافر، ما انت عارفه. ايه عينيكي اللي بايظه ولا ودانك؟ تعالي بس، تعالي نقعد جوه. تعالي بس. حسيت ان انا شميت ريحه ابني، حقك عليا. لا دي ريحته، بس ريحته مش هو. يلا يا شيخه خضتيني. انا افتكرت ان امي بقت بتشوف وشافتني، كان هيبقى شكله وحش قوي. مفهمها ان انا مسافر وانا عايش معاهم. كويس انها ما بتشوفش. تعالي خشي، اقعدي. ايه بقولك ايه يا حاجه؟ انت عماله رايحه للدكتور، جايه من عند الدكتور، كل شويه حلوانه في سلوانه. ابنك متغرب وانت عماله تضيعي في فلوسه. هي الفلوس دي فلوس حرام ولا ايه؟ اعقالي كده. حاضر. فلوس ايه؟ خرجت. فلوس ايه اللي هما بيتكلموا عليها؟ ده اخويا اللي بيصرف عليا، وابني يحوش نفسي عني. ده الحاجة الوحيدة اللي كنت بتمناها ان ترجع نور عينيا عشان اشوفه. ليه يا محمد؟ انا متقلة عليك في ايه ولا عامله لك ايه؟ ده العملية اخويا هو اللي دفعها من جيبه. تعمل معايا كده ليه يا ابني؟ لا، انا مش هقول دلوقتي خالص ان انا فتحت. لازم اعرف اللي بيدور حواليا. بقول لك ايه يا ايه؟ انا حاسس يا بنتي ان امه شافتني. شافتك؟ ايوه. شافتك ازاي يعني؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ هي لو بتشوف ما كانت خدتك في حضنها. ايه اللي انت بتقوله ده يعني؟ لا طبعا ما شافتكش. هي بتشوف اصلا؟ انا مش عارف بصراحه. احنا هنفضل مخبين عليها الموضوع ده ان انا مسافر لحد امتى وانا عايش هنا في البيت؟ لا اعقل كده، احنا لازم نفضل مخبيين عليها. ولا انت عايزها بقى كل شويه تقعد تقول لنا عايزه فلوس، اعمل عمليه، عايزه فلوس عشان عينيا، ونقعد بقى نصرف في فلوس عمال على بطال؟ على رايك انا ناقص مشاكلها وعمليات وفلوس ودكاتره. احنا زي الفل على وضعنا، نعيش زي ما احنا كده بالظبط كده. اكنها مش موجوده ولا اكن انا مش موجود. انت توهتينا، الله يتوهك. لا، ما انا مش هقعد كده. انا لازم هقعد جنبه هناك واملي عيني منه. هو حتى هيفتكر ان انا مش شايفاه، بس المهم ان انا ابقى شايفاه. ده وحشني قوي. يا عم وطي صوتك، ما انت عارف انها بتسمع دبة النملة. خلاص انا سامع صوت محمد ابني. لا محمد ده انا كنت بكلمه في التليفون. كنت بكلمه في التليفون، بس خلاص بقى المكالمة فصلت. تعالي ما قعدك. كان نفسي اسمع صوته. طب تعالي خشي. هقعد فين؟ اقعدي بقى هنا، اقعدي. مش عارفه انا في ايه؟ على فكرة انت بتعملي معايا كده ليه؟ انت بتعامليني وحش كده ليه؟ محمد ابني لو كان موجود عمره ما كان هيقبل عليا كده ابدا. ما
كانش هيقبل على امه ان انت تزقيها الزقه دي. الله يخرب بيتك يا ايه، انت ايه بس اللي بتعمليه ده؟ على فكره لما محمد ابني يجي انا هحكي له على كل اللي بتعمليه معايا، اكيد مش ههون عليه، وهو برضه ابن بطن. وانا بعمل معاكي ايه بقى ان شاء الله؟ اكل وباكلك، هدومك المكمكمه وبغسلها لك. ايه عايزه ايه؟ عايزه تخربي بيتي؟ هقول لك ايه بس، الله يسامحك انت واللي عليكي هنا، الله يسامح اللي كان السبب. لا يا ايه، ده انت زودتها قوي. تعال عايزك. لا والله ما قدرتش تستحمل دلوقتي. وانا كنت عايشه ازاي؟ انت كنت جاي امتى يا ابني من السفر؟ ولا انت سافرت ولا ما سافرتش اصلا؟ طب كنت بتعمل ايه لما كنت بنام جعانه وعيط يا ابني من قرصه الجوع في بطني؟ طب كنت بتعمل معايا ايه لما كانت بتتاخر عليا في العلاج واقول لها اديني العلاج انا تعبانه؟ يا ريتني ما فتحت، اللي انا شفته واللي لسه هشوفه اقوى مني ومن عقلي بكتير يا رب. تعالي هنا، بقول لك ايه، انت زودتيها خالص. مش ملاحظه ان هي امي ولا ايه؟ ايه انت هتنسى اللي اتفقنا عليه ولا ايه؟ لا بالراحه كده، افتكر المصاريف، الفلوس، العمليات. ايه على فكره احنا ما اتفقناش على كده خالص، ما اتفقناش ان انت تهينيها بالطريقه دي. لا، احنا اتفقنا ان هي لو هتقعد هنا هتقعد بنظامي انا، وهعملها زي ما انا عايزه. يا اما تروح تجيب لها شقه بره ترميها فيها، انا مش عايزاها في بيتي يا اخي، انا حره. انا عايز افهم، هي عملت لك ده كله؟ ما عملتش حاجه، انا بقى براحتي وبمزاجي عايزه اعملها كده، انا حره، انا ست البيت واعمل اللي انا عايزاه. بقول لك ايه يا ايه، انت بتحسسني ان انا مسافر فعلا مش موجود. انت ولا بتوكلها ولا بتشربها وبتسيبيها جعانه ولا بتدي لها العلاج ولا بتهتمي بيها خالص. انت عايشه برضو بدماغك وبكيفك يا ماما. اكيد هي اللي قالت لك الكلام ده عشان تقويك عليا. ايوه انت اتجننتي، هي تعرف ان انا موجود. ايوه بس هي انا اكيد. خارج. احمد استنى. محمد، يا محمد فينك يا ابني؟ انت لو كنت هنا ما كنتش هتستحمل على امك الاذى ده. انا عارفه ان انت بتحب امك وبتحترمها، ما كنتش هتستحمل ان امك يحصل فيها كده يا محمد. تعالى يا حبيبي، تعالى وشوف امك ايه اللي بيجرى لها من مراتك، شوف امك بتتعامل ازاي، شوف امك اللي شالتك يا محمد. يا رب يا رب سامحه يا رب، سامحه يا رب واهديه. اللي جابك بس دلوقتي، هي ناقصاك انت كمان. يا ترى مين اللي بيخبط ده؟ محمد رجع تاني ولا ايه؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام، خير في حاجه؟ لا ده انا جاي اشوف اختي بس، في حاجه انت يعني ولا ايه؟ ولا امشي؟ لا لا اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. يا وفاء، يا وفاء. عماد ما تقولش ان انا فتحت، اصبر بس لسه ما عرفتهمش حاجه. انا داخله جوه، لو عوزتوا حاجه بنادوا عليا. خلاص ماشي. عماد في حاجه تانية عايزه اقولها لك. ايه هي؟ محمد يا عماد، محمد هنا، ابني هنا يا عماد، ما سافرش. يا وفاء، هي الفرحه خلتك اتجننتي ولا ايه؟ ابنك مسافر. فرحه ايه ده؟ انا بقول يا ريتني ما فتحت، يا ريتني ما شفت اللي شفته. بقول لك ابني هنا، ابني كان قاعد معايا هنا على الكنبه، هو بيستعماني، وقلت محمد، قالت لي محمد مين؟ محمد مسافر. ابني كان قاعد هنا يا عماد. محمد موجود معانا هنا، واحنا مفكرينه مسافر الفترة دي. ايوه يا عماد، ايوه، ومراته اتبهدل فيا قدامه وهو قاعد قدامه يا عماد. يا ترى بقى يا انت هتقولي له على كل اللي بيحصل معاك واللي مراته بتعملي معاك ولا لا؟
طب بصي يا وفاء، ما دام ابنك موجود ومراته بتعمل معاكي كده وهو شاف كل حاجه بعينيه ومش هيتحرك ولا يعمل اي حاجه، بيت اخوك اولى بيكي. لا يا عماد، لا، انا ما ينفعش امشي من هنا دلوقتي. انا لازم اعرف ابني بيعمل معايا كده ليه واستحمل عليا كده ازاي، ومراته اصلا قايله له عليا ايه. لا لا، ده ابني وحشني. ده اليوم اللي كنت بتمنى ان انا افتح فيه عشان اشوفه واشوف ملامحه اللي وحشاني. لا. طب يا اختي هيفيدك بايه يعني لما تعرفي؟ خليني اهدى للنهايه اما اعرف اخرتها ايه، واعرف هو ليه ساكت، ايه اللي هي قايله له عشان يسكت عليا كده. لا يا عماد، خليني قاعده معلش، وانت بقى تعالى زورني من وقت للتاني، ما تسيبنيش يا اخوي. وانا قاعده هنا كده بعمل ايه؟ دي فرصه ما تتعوضش. اروح له واقول له احنا محتاجين فلوس عشان اختك، وهو اكيد مش هيكدب خبر. صح كده، صح. يا سلام عليكي يا بت يا ايه. مش عارف ليه انت مصممه تقعدي هنا. يا عماد عماد، عايزاك ثانيه واحده بس كده معلش. حاضر. نعم. عايزاك في كلمه على جنب معلش. اتفضلي. انت عارف ان اختك اليومين دول يعني تعبانه وبتروح لدكاتره كتير وعمليات بقى ومصاريف وكده. ايوه. فيعني لو كنت يعني تتصرف لنا في قرشين كده يعني. هو محمد جوزك ما بعتلكيش فلوس يعني؟ محمد ما بيبعتش، هيبعت منين؟ ده حتى بيقول مبطل شغل بقاله فتره وما بيشتغلش، وقاعد يعني قاعد بره بيدور على شغل. ربنا يكرمه، ادعيله. لا حاضر من عينيا الاثنين ان شاء الله. النهارده هتصرف في اللي انت عايزاه. ضروري. لا ضروري قوي. بس انت وعدتني. طبعا. ماشي. بعد اذنك بقى اقعد مع اختي. ها طيب ماشي يا يلا. ريت تعمل لنا بقى حاجه نشربها. اعمل لكم انا حاجه تشربوها. اعملي ماشي. شاي. انت تحب تشرب ايه؟ شاي. شاي بس يلا. على ميه هاديه بعد اذنك. يلا حاضر. تعرف يا اختي كانت عايزه مني ايه؟ ايه؟ كانت عايزه مني فلوس عشان تصرف عليك. فلوس ايه؟ هي بتصرف عليكي في حاجه؟ بتجيب لك علاج، بتجيب لك اي حاجه؟ كل حاجه انت اللي بتجيبها. امال ايه طيب؟ طماعه وجشع، ما تديهاش حاجه، سيبها لله. طب ما انا عارف اللي فيها، هديها ازاي؟ سيبها لله، ما طب اشوف بقول لك إيه؟ اخرتها معاه. ايه رايك لو اديها فلوس وتخليكي ماشيه زي التمثيليه اللي انت عاملاها دي، ولا ما اديهاش ولا ايه؟ لا، ما تديهاش حاجه، سيبها، دي طماعه وجشعه اللي خلاها كرهت ابني فيا. مش هتعمل اكتر من كده. لا، ما تديهاش حاجه وانا هوصل لاخرها عشان خاطري. ما تسالش فيها خالص، انت هتمشي من هنا وهي اصلا مش هتتصل بيك. ماشي؟ حاضر يا اختي اللي انت شايفاه. بشوف اخرتها. طب بعد اذنك انا همشي انا بقى. طيب يا عم. خليها هي تشرب الشاي. ماشي بقى، تعالى يا اخوي اما اشوف اخرتها معاكي. بس انت مش اكبر همي، انا اكبر همي هو ابني. وبعدين بقى يا محمد هتعمل ايه؟ لا، مراتي زودتها قوي مع امي، واللي هي بتعمله ده مش صح. لو امها بتعملها كده، لا طبعا تعامل امها كده ازاي؟ ما هو امها، لكن دي انا لازم ارجع البيت واحترف لامي بكل حاجه، واقول لها ان انا رجعت من السفر، واعتذر لها وابوس على دماغها. يمكن اللي انا فيه ده بسبب اللي انا بعمله معاه، وكده مش راضي عني. ايوه هو ده الصح. عملت ايه ده؟ هو مشي؟ فرصة. ايه يا عماد اللي انت بتعمله ده؟ انت عايز تاخد الدهب من اختك ولا ايه؟ في يا عماد؟ اهدى بس اهدى، اللي انت عايزه اديهولك يا اخوي. طب ما تطلبهم يا عماد وانا مش هعزهم عنك، انت عارف. خد يا اخوي. هتعمل بهم ايه؟ عماد، يا عماد هو راح فين؟ يا عماد استنى بس، انت واخد الدهب ورايح فين؟ الحقوا يا حماتي. لا يا بنتي سيبيه. خلاص بقى، الله يسهله. يخرب بيتك، ده انت مش سهله، ده انا خايفه على ابني منك يا شيخ. انت بتعملي معاه ايه ولا هتعملي معاه ايه بعد كده؟ ليه يا حماتي بس كده؟ ليه كده؟ تسيبيه ياخد الذهب وتفرطي في الذهب؟
هو حد عارف يجيب دهب اليومين دول؟ طب كنت اديتيهوني انا، نفك زنقتنا بيه انا وابنك الغلبان. معلش يا حبيبتي، الله يسهل له بيه بقى. اعوذ بالله عليك، ده الشيطان ياخد دروس عندك. انت ايه يا شيخه؟ ايوه، حلال عليا الدهب. اخبيه بقى واقول لمحمد ان اخوها خد الدهب كله، صح كده؟ والله يا انت صعبانه عليا قوي. نفسي تسامحيني على اللي بيحصل فيك، ونفسي اعرفك ان انا موجود وعايش معاكم. بس للاسف بقى مش عارف انت رد فعلك هيبقى ايه، وهتسامحيني على اللي انا عملته فيك ده ولا لا. يا ابني، كان نفسي اعرفك ان انا شايفاك يا محمد وسامعاك وحاسه بوجودك. كان نفسي تفرح معايا اول حد لما النور رد لعينيا تاني. بس هعمل ايه؟ انا كل اللي انا عايزه اعرفه انت ليه بتعمل كده؟ ايه يا ابني اللي فيك عشان تعمل في امك كده وترضى عليها الاهانه دي؟ يا رب يهديك يا محمد، يا رب يهديك ورجعك لرشدك تاني. محمد، عايزه ايه؟ على فكره بقى، انا هعرف امي في كل حاجه، هعرفها ان انا موجود. وانتي عايزه تعيشي على الوضع ده، اهلا وسهلا بيكي. مش عايزه؟ اتفضلي بره، الباب يفوت جمل زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ زي ما سمعتي. ايه؟ عيد كلامي مره تانية؟ طب تعالى بقى جوه، عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ عايزه ايه تاني؟ مش كفايه ام جنبي وفي البيت وعايشين مع بعض، ومش عارف يعني افضفض معاها بكلمه؟ دي امي، وانت ايه 24 طب ساعه؟ استنى بس، إيه يا ماما؟ استنى إيه يا بابا؟ استنى اما تعرف بس ايه الجديد اللي انا عايزه اقوله لك. امك الطيبه الست الكمل دي سايبانا، ورغم علمها بكل اللي احنا فيه وظروفنا الوحشه راحت ادت الذهب لعماد. ذهبها قلعته كده من ايدها بمنتهى السهوله واديته لعماد على طبق من فضه. انت اتجننت ولا ايه؟ هو زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. لو مش مصدقني اسالها. امي تعمل كده؟ اه، وخصوصا انها عارفه ان انا مسافر وظروفي مش احسن حاجه، تدي الذهب لعماد؟ والله مش عارفه لها بقى. على فكره انا خلاص كنت هقول لها على كل حاجه، لكن انا عايز اعرف بقى هي عملت كده ليه. هسالها في كده. طب وبعدين انا افضل قاعد ساكت كده؟ لا، انا لازم اقابل محمد واعرفه واقول له يا ابني امك بتشوف، راعيها خد بالك منها. ايوه، من خايف على اختي لا يحصل لها حاجه. صح. صبر يا رب. ايه ده؟ امي عامله ايه؟ انا اهو. خليكي مرتاحه، خليكي مرتاحه يا ست الكل. الحمد لله على السلامه يا الله حبيبي. يسلمك، الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله ان انت جيت بسلامه يا ابني. انا معلش بقى يا امي، معلش، انا اسف ان انا غبت الفتره دي كلها. كده برضه يا محمد؟ كده برضه تسيب امك كل ده وما تجيلهاش تشوفها يا حبيبي؟ معلش بقى يا ست الكل. الحمد لله يا ربي، الحمد لله ان انت جيت بسلامه يا ابني. اللهم لك الحمد. انت وحشانه قوي يا امي. انت كمان وحشني قوي يا محمد. بس انت وحشني مالك؟ صوتك. طب اطمني، انا رجعت بالسلامه اهو. بس انت مالك؟ حاسك انك زعلانه كده ولا الكلام ده؟ هي مراتي زعلتك في حاجه؟ مراتك؟ لا يا ابني، ما زعلتنيش في حاجه، دي كويسه وبنت اصول. وبعدين حتى لو بتزعلني خلاص، انت جيت يا حبيبي، مش هتقدر تزعلني ولا تعمل لي حاجه وانت موجود. ايوه طبعا طبعا. بس بقول لك ايه يا امي، ايه يا حبيبي؟ فين الذهب اللي كان في ايدك؟ وهيكون بيحتاج عشان تصرفي على البيت ولا الكلام ده كله؟ دهب في مكان تاني خالص يا محمد. في مكان تاني فاكر خالص؟ بيه. اه، اعطيتيه لاخوك عماد صح؟
عماد. ايوه اخوك عماد. ما مش هتيجي غير كده. ايوه لازم محمد يعرف ان امه شايفاه ويعملها معامله حلوه. هشوف مين اللي على الباب الاول وهرجع نكمل في موضوع الدهب ده اللي انت عطيتيه لاخوكي. هو انت مفكره ان انا كنت مسافر ومش داريان بحاجه؟ لا، انا هناك بس بعرف كل حاجه هنا. خوفي لا تبقى اعمى القلب يا ابني. محمد ايه ده؟ هو انت ايه وكمان لك عين تيجي هنا؟ طب انا كنت مسافر يا اخي، حافظ على البيت وحافظ على اختك، مش تيجي تاخد منها الذهب وتتسلى عليها. انت مفكرني مسافر ومش عارف حاجه ولا ايه؟ لا بقى في كلام جديد. جديد؟ ايه هو الجديد؟ ان انت اصلا ما كنتش مسافر. ما كنتش مسافر؟ وبعدين ما تخليش نتكلم كده، الناس كلها هتسمع سيرتنا. خلينا نخش الاول بعد كده نكمل كلامنا. ادخل جوه، الجيران هتتفرج عليك. اللي مش مسافر ايه؟ ازيك يا اختي؟ خليكي قاعده زي ما انت. في ايه؟ في ايه يا لا يا اختي بقى، ما ينفعش الكلام ده. عماد؟ لازم ابنك يعرف كل حاجه. ايوه لازم اعرف كل حاجه. احترفي بقى يا امي، قولوا له ان انت عطيت له الذهب وخلصينا. الدهب ايه؟ عماد. عرفيه اللي انت بقيتي تشوفي بقى، وعرفيه اللي احنا عارفين اللي هو ما كانش مسافر وكان قاعد هنا وبيكذب علينا. انت بتقول ايه؟ انت بتشوف يا امي؟ ايوه امك بتشوف. طب انا مش مصدق نفسي. طب انت خبيت عليها ليه يا امي؟ طب لما انت بتشوفي. بس فهمت. انت كده عطيتي لعماد الذهب عشان العمليه وكده، صح؟ نعم. طب كنت قولي لي كده. كفايه. هو انت ما لازمكش ان امك شافت وفرحان؟ لازمك بس ان خالك هو اللي خد الذهب؟ مش خالك اللي خد الذهب، امال مين؟ مراتك هي اللي خدت الذهب. فكرة ان انا مش شايفاها. مراتك خدت الذهب من ايدي وسحبته وهي بتتكلم وتقول بس يا عماد ما ينفعش كده تعمل مع اختك كده يا عماد. فكرة ان انا مش شايفاها. مراتي انا تعمل كده؟ ايوه. لا، انت اكيد بتداري على اخوك. اخرس، ناقص تقول لي بتكدبي. لا يا محمد، انا ما بكدبش ولا بداري على خالك. انت اللي مراتك وانت تعرف الحقيقه. يا ايه؟ ايه كل ده مش سامعه؟ مالك يا محمد؟ في ايه اللي حصل؟ تعالى عايزك. تعالي اقف هنا اهو. ايه في ايه اللي حصل؟ قولوا لها الدهب فين؟ مين اللي خد الدهب؟ عماد. ايوه عماد. اهو. مش صح يا حماتي، مش هو اللي قلعهولك من ايدك؟ حتى كان عايز ياخده بالعافيه وانا فضلت اجري وراه لحد هنا وقلت لك ما سيبوش، انت قلتي لي لا خلاص سيبيه الله يسهل له. بجد؟ بجد. بجد عماد اللي خده؟ ده انا شايفاك، على فكره انا شايفاك دلوقتي. انت مش واخده بالك من حاجه؟ ان انا شايفاك دلوقتي زي ما شفتك يوم ما خدت مني الذهب وقاعده جنبي وبتقولي بس يا عماد خلاص يا عم. اساسا اخويا مشي من قبل ما انت تطلعي من المطبخ، وخدت الذهب وحطيتيه على الصينيه ودخلتي جوه. حرام عليك، انت ليه بتعملي كده؟ حرام عليك. لا ما تصدقهاش دي لا دي بتكرهني. مصدقكيش ازاي؟ انا بقولك انا شايفاكي انت مغيبه. يلا يا عماد انا ما ينفعش اقعد هنا خلاص. لا محمد انت بتقولي ايه؟ امي على قد فرحتي بنور عينيا انه رجالي، على قد كسرة قلبي باللي انت عملته فيا. مراتك مدت ايديها عليا قدامك وانت ولا انت هنا، زعقت لي قدامك وانت ولا انت هنا يا محمد. عملت كل ده وانت موجود. بس معلش انا يا امي سامحيني. انا مش زعلانه منك يا ابني، ولا عمري هقدر ازعل منك. انا زعلانه عليك، انا قلبي مكسور. لا يا امي. بس مسامحاك بس مش هينفع اعيش معاك يا محمد. لا ازاي؟ يلا يا عماد. ثواني اسمعيني. لا هتعيشوا معايا وهنعيش مع بعض. بعد ايه؟ ثواني يا امي. اللي مش هتعيش معانا الشيطانه دي. ايوه، من ساعه ما دخلت البيت كرهتني في امي ودلوقتي بتكرهني في خالي. ايه انت ايه شيطانه؟ انا ما عملتش حاجه على فكره، هم اللي بيكرهوني وعايزين يخربوا عليا. الذهب يخربوا عليك ايه؟ ده انت واحده مش كويسه خالص.
امشي اطلعي بره، امشي اطلعي بره. اسمعني بس يا محمد. ولا حرف تاني، امشي اطلعي بره بقول لك. لا انا هلم حاجتي الاول، انا مش هخرج كده. استنى، رايحه فين؟ هاخد حاجتي. ايه؟ هو انا ساعه ما اتجوزتك كان حيلتك حاجه؟ امشي اطلعي بره، مالكيش حاجه عندي. اطلعي بره بقول لك. كفايه اللي انت عملتيه، كفايه قوي. ماشي يا محمد. امشي. ماشي يا عماد. اقعد يا خال، اقعد يا امي. على فكره انا ما سافرتش، يا ريت تسامحيني. انت هتقعدي معايا مش هتمشي في مكان. معلش يا خال، وهعوضك عن كل اللي فاتك. انا مش عايزه حاجه من الدنيا يا محمد غير ان اكون جنبك. ده انت ابني الوحيد، انت ضيع عيني يا محمد، انت النور اللي كنت بتسند عليه في طريقي. انا فعلا يا محمد يا ابني انا اعتبرك ان انت كنت مسافر ورجعت، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك.